تخيل كده معايا واحد من آلاف السنين عايش في مدينة اسمها بابل. المدينة دي كانت أغنى مدينة في زمنها. بس إزاي؟ والأهم، إزاي واحد فقير فيها بقى أغنى راجل في بابل؟ القصة دي مش بس حكاية تاريخية، دي دروس مالية لحد النهاردة. أول درس: احتفظ بجزء من دخلك. من كل 10 عملات بتكسبهم، خليك حريص تحفظ عملة واحدة ليك، مش للمصاريف، مش للديون، ليك انت. السر هنا: ابدأ بتوفير 10% من دخلك، حتى لو دخلك صغير. اللي بيبدأ بدري بيكبر مع الوقت. تاني درس: خلي فلوسك تشتغل. الفلوس اللي بتحتفظ بيها خليك ذكي وخليها تشتغل وتجيب لك دخل تاني. إزاي؟ استثمر في مشاريع أو فرص تفهمها، ما تحطش فلوسك في حاجة مش فاهمها، وخصوصاً لما حد يوعدك بمكسب سريع. تالت درس: احمي فلوسك من الضياع. قبل ما تستثمر، اسأل، استشير أهل الخبرة، وخليك حذر من الطمع. كل جنيه ليك تمن، فما تفرطش فيه بسهولة. الحماية أهم من المكسب السريع. رابع درس: طور مهاراتك. اللي بيكسب أكتر مش دايما الأذكى، لكن اللي بيتعلم ويتطور باستمرار. استثمر في نفسك، اتعلم مهارات جديدة، خد خبرات من شغلك، ودايما اسعى تكون أحسن في اللي بتعمله. خامس درس: امتلك بيتك. اللي ليه بيت ارتاح من كتر المصاريف وحس بالاستقرار. ما تستناش تكون غني علشان تمتلك بيت. خطط من بدري وابدأ حتى لو خطوة صغيرة. سادس درس: خطط لمستقبلك. العمر بيعدي، واحتياجاتك في المستقبل مش هتقل. لازم تبص لقدام. اعمل خطط للتقاعد، وفر لأولادك، واحسبها من دلوقتي عشان تعيش مرتاح بعدين. سابع درس: ساعد اللي حواليك. لما تبقى ناجح، مد إيدك وساعد غيرك يتعلم ويكسب كمان. المشاركة بتكبر البركة، واللي بيعلم غيره بيستفيد أكتر من نفسه كمان.